قبل أيام قليلة على انطلاق مسيرة أسود الرافدين بكأس العالم 2026 القائد التاريخي لمنتخب العراق يونس محمود رئيسا للاتحاد العراقي لكرة القدم للأربع سنوات القادمة بعد فوزه بانتخابات اتحاد كرة القدم على حساب رئيس الاتحاد الحالي عدنان درجال ب 38 صوت مقابل 21 لعدنان درجال الوزير السابق والنجم والأسطورة العراقي بطبيعة الحال. إذن يونس محمود هداف منتخب العراق ونجمه وأسطورته وبطل موقعة 2007 رئيسا للاتحاد العراقي قبل أيام قليلة على انطلاق المسيرة الأكبر لأسود الرافدين مونديال أمريكا 2026. كل التوفيق لأسود الرافدين على أمل ما تكون مشاركة تاريخية فقط، بل وضع الخطوة الأولى ناحية تطور الكرة العراقية ونشوفها بأعلى المراتب، لأن شعب مجنون بكرة القدم بيستحق الكثير.